شو عم تعمل هون؟ انت منيح؟ صاير معك شي؟ أنا منيح، ما في شي، بس غفلت. من ايمتى صار لك واقف هون؟ أنا من شوية اجيت. منيح، عاملة شاي، اطلع خلينا نفطر مع بعض. أنت لوين كنتي رايحة؟ رايحة أجيب أغراض مشان الفطور. أنا بجيبهم، أنت اطلعي. طيب منيح، لبين ما تجي أنا رح حضر السفرة. فيني ساعدك بشي أستاذ؟ بدي شوية أغراض للفطور. شو بتريد أستاذ؟ شوية زيتون وشوية جبنة ومربى وعسل، حط على ذوقك. أستاذ الزيتون أخضر ولا أسود؟ شو بتحب المدام عندك؟ شو بيعرفني؟ خلص عبي من الكل. إيه بتأمر. أعطيني قالب الأشقوان هاد. قالب أشقوان عراسي. وحط سلامي كمان. وهي سلامي. يسلم. كل يلي بحبهم تركوني وصاروا تحت الأرض. أصلا لازم تخافي لأني موجود. ماني خايفة. هذا يلي ما عم افهمه. كلياتنا رح نموت،
الكل رح يموت شي يوم. بزعل على الإنسان اللي ما عاش. بجنبي أنا الحياة مستحيلة. بالعكس، بجنبك أنت كل شي حقيقي، ما في كذب. هي الحياة. رجعنا على نفس المحطة. يا ترى شو هو الموت برأيك؟ أنا أخذ الحياة بعين الاعتبار. مثل ما بتعرفي أنا ضليت لفترة من دون أب وأم بالميتم، وإجوا بابا عمر وماما نازك وجابوني وربوني بيناتهم. حسيت الدنيا ضحكت لي، ومن هذاك الوقت وعدتهم إنه شي يوم إذا صار في عندي ولد ما راح أتركه يتيم بدون أم أو أب. بس الحياة ما طلعت هيك. ما بحب رهف تربى من دون أم، وأنا واثق إنك رح تكوني أم لها، طبعا إذا حبيتي. شو عم تعرض علي زواج؟ Güneş donar, ay söner. يلي عملتوه كتير منيح. مثل ما حذرتنا معلم، أرمجيدون تحركوا مشان يعملوا صراع طائفي ومذهبي بتركيا. بس طبعا لأنه شغلة منتظرينا قدرنا نمنعها. شو اللي عم تفكر فيه مشان الخطوة اللي جاية؟ ممكن يعملوا عمليات بتشبه الاغتيالات. معلم أنا خايف على ذو الفقار آغا، بس عم بحتاط لهالشي. عاكف، في نقطة ما خطرت ببالك. هاي مانا عمليات أرمجيدون، ما عملوا ولا عملية مباشرة تجاهنا لهلأ. عم يشغلوا حدا عنهم. واضح انهم بدهم يشوفوا ردة فعلنا. اذا قدروا يخترقونا ما رح يعطوك فرصة بالعمليات المباشرة يلي رح يعملوها. منقدر نوصل على مركز عملهم من خلال البديل. استخدموا متى بمسألة المتفجرات، وخلوا كمان عابد ياخد بويرز. انت ليش ما منعته يعمل هذا الشي معلم؟ ما حبيت حط عابد بموقف صعب. برأيي هذا الشي جزء من الخطة تبعه. ليش ما بنعرف الخطة؟ إذا بتعرف الخطة خلينا نشارك. بقصد مشان ما يلحق الضرر فينا، وقبل ما يحطنا بموقف صعب خلينا نمنعه. رح اسمح لعابد يروح للمكان اللي بيقدر يوصل له من دون ما اتدخل فيه قدر الامكان. لحد وين بدك تسمح لعابد يروح؟ اليوم اخذ بويراز، بكره اذا اخذ رهف كمان رح تقول انه في عنده خطة؟ أنا عملت عملية، العلامة ما عادت موجودة. كانت زعجتك، فرحتيني بهالخبرية. عبد الحي، أنت منيح ما هيك؟ مبين إني مو منيح؟ لا، شايفتك منيح، بس يعني مستغربة شوي، صار لنا فترة ما التقينا. نايا ليكي، إذا كنت عم بزعجك بوجودي، يعني قصدي فجأة طلعت قدامي. شو هاد الحكي؟ أنا مبسوطة كتير.
أنا شفتك بالمستشفى بس ما قدرت أجي لعندك. بعتقد كنت عم تتناقش مع عاكف. اليوم بدك تروحي على الشغل شي؟ لا، اليوم ما عم بشتغل. ليش عم تسأل؟ لا، بس مشان ما أخذ من وقتك. حاسة وضعك غريب شوي. ما بدك تقلي شو صاير معك؟ يعني إذا كان عندك وقت خلينا نجتمع المساء. أنا صار لازم أمشي، المساء بحاكيكي. تعال عابد، عود رجاء. مشغول بالك من هدول الوراق ما هيك يا عابد؟ أنا حالياً عم خطط لأسس جمعية باسطنبول. هاي الجمعية مشان شو سيدي؟ من شان كتير شغلات. أهم شي مين رئيسة الجمعية؟ حابب تكون صفية قرخنلي رئيستها، وانت بدك تقنعها على هذا الشي. مثل ما بعرف أنا، صفية في عندها جمعية عم بتديرها بسويسرا. بعرف وعم بتديرها كتير منيح، بس نحن بحاجتها هون بتركيا. من شان هيك لازم نجبرها تضل وما تسافر. وبعد هالشي رح نقدر نمرق مشاريعنا التانية بهي الجمعية. مشاريع مثل شو سيدي؟ انت بالأول وصل عرضنا هاد لصفية، وبعدين رح نحكي بالموضوع وعن كل خططنا المستقبلية. حاضر سيدي. خير، شو بدك؟ مرحبا صفية. شو نوع المساعدة اللي بدك إياها مني هالمرة؟ لقلك من أول ما رح ساعدك بشي. ما تخافي، ارتاحي، ما رح أطلب منك تساعديني. الأستاذ حابب يقدم لك عرض. الأستاذ بده يقدم لي عرض؟ إذا بتسمحي بس نشوف بعض بحكي لك عن التفاصيل. وليش بقى بدك يانا نشوف بعض؟ لأنه هذا الموضوع ما بينحكى على التليفون. كيف بقى رح أضمن ما تسكر علي بشي مطرح وتحبسني؟ صفية، إذا بدي أعمل هالشي بعمله، فما في داعي نلتقي مشان هذا الشي. خلص فهمت، بخاطرك. وافي لا تسكري. طيب صفية، أنا عن جد حابب شوفك. أنا مو متأكدة إني حابة أشوفك. صفية رجاءً، نحن لازم نحكي. ماشي، بس يكون وضعي النفسي مناسب بحاكيك ومنلتقي. اللي قدام شي؟ هون العنوان خانم. يعطيك العافية. امتى رح شوف الخير منك يا خيري؟ قليل الخير يا خيري. اسمع سيد متى، مع الأسف خلوا ابن أخي بوردو يحكي كل شيء. أولاد أخوك ما فيهم خير يا خيري. شو حكالن؟ حاكي لهم كل شيء. الشحنة ملاقينها، وصادروا المتفجرات وعملوا كبسة على بار الأولاد. وشو صار بتفجير النادي؟ يلا احكي له جنكيز.
معلم ذو الفقار آغا إجا هو والشرطة على النادي وفجروها للقنبلة برا. ايه يا عديم الخير، أنا ما قلت لكم تقتلوا الناس اللي هنيك إذا انفجرت أو ما انفجرت القنبلة؟ أنا قلت لكم شعلوا عود الكبريت وأنا بعمل الحريق اللي راح يحرق الدنيا كلها. كله من ذو الفقار آغا، هو منعنا. لو ما كان كنت شادد الكل وراي. وقت اللي إجا ما قدرت أعمل شي. دائما حجج، دائما حجج. الحجج مرض خطير كتير، ما بتخلي الواحد يعيش كتير. خيري، اجا الوقت لحتى تظهر على الساحة انت كمان. معلمي، أنا إذا طلعت على الساحة كل شغلي بيطلع الضوء، وبعدها تعال حلها إذا فيك تحلها. يا سيد متى، هلأ الشغل اللي عم بعمله أنا عم يربحني كتير. لا تتعبني يا خيري. إذا حابب تربح مصاري اترك شغل التهريب واسمعني لإلي. ما بتحب يكون كل شغل نقليات ذو الفقار بإيدك انت؟ سيد متى، أكيد بتحب هذا الشيء. بدك تراقب لي ذو الفقار. أنا بدي أعرف كل خطوة بيخطيها، بدي تقرير مفصل. إيه بأمرك. أوكان أنت شو بتريد؟ عفوا سيدي ما فهمت. اطلب من بوردو $1,000,000 اللي أعطيته إياها. ادخل. عمي اجا جدي ضياء الدين. خليه يتفضل. تفضل جدي. جدي يا أهلا وسهلا. تفضل. شكرا. الحمد لله على سلامتك. بفضلكم تخطينا مصيبة كبيرة، وخبر الشاب اللي كان معك انه كلياتنا عم ندعي له بالتوفيق. عاكف بعد ما راح مراد على مدار هو استلم الشغلة وعم يشتغل مشان شعبنا. يبدو في عنده شغل كتير بهالفترة. واضح انهم هدول المجرمين قرروا يوقعوا بين بعضنا ويخلوا الاخ يقتل اخوه وجاره. جدي الصديق والعدو اختلطوا بعضهم ببعض. لازم ننتبه لهدول الدياب يلي لابسين فروة خروف. فانت عملت شي كتير منيح، بس للأسف خليت كل العيون تتفتح عليك. أنا صرت خايف مشانك. الله يكون بعونك ويعمي عنك أعدائك يا ذو الفقار. ايه والله كلياتنا عم بنعيش أيام صعبة. انت شو شايف؟ برأيك شو رح يصير؟ عم نهدي من حماسة الصغار ومنتأمل إنهم يسمعوا، وإذا ما عرفوا يهدوا فالله يسترنا. جدي صوت الشيطان بيهمس بإذن الصغار، لازم نعلي صوتنا مشان ما يقدروا يسمعوه. رهف لسه ما تقبلت قصة موت أبوها بالمرة. تفكيرها كتير مشوش، تصرفاتها ما سليمة أبدا. من الطبيعي يكون عقلها مشوش. رهف عاشت شغلات صعبة ومو طبيعي يعيشوها أولاد بعمرها. أنا بقدر أفهم عليها، يعني طفولتي ما كانت مختلفة كتير عنها، لهيك أنا حابة كتير إني ساعدها. معناتها كوني جنبها، هالشي أكبر مساعدة إلها. بس أنا ما بقدر كون هون دائما. أصبح بتكتري زياراتك لهون. عكلن أنا هالفترة هون،
الحقيقة أنا كنت حابة أحكي مع بابا عمر، بس بعد اللي صار مع ماما نازك زعلت كتير وما عدت حابة إني تعبوا معي. أنا حابة إلا لرهف الحقيقة وإنه ما رجرت معنا أمها. طبعا هالشي بمساعدة طبيب نفسي. هلأ هي معنا جاهزة لهالشي، هالشي رح يدمرها على الأخير. أنا بكون عمتها وأكيد ما عم فكر إني دمرها. فهمتيني غلط، أكيد ما بتريدي هالشي. أنا كان قصدي كل شي صار بسرعة بحياتها، لهيك هي معنا جاهزة. وأنا مو حاببتها تكبر مثلي أنا، كان كل شي حوالي كذب. هالشي ولا واحد منا بيريده. أصبح لناخد قرار بهالموضوع. أنا رح شوف طبيب نفسي واستشيره بالموضوع. ما فينا ناخد هالقرار لوحدنا، لازم نحكي مع بابا عمر بالأول وناخد رأيه بالموضوع. بس هلأ مو الوقت المناسب، خلينا ننتظر ليتحسن وضع الماما نازك. وأنا هذا تماماً يلي بقصده. هنن في عندهم المشاكل تبعهم، وأنا بهالفترة الصعبة اللي عم بيمروا فيها حابة إني أهتم برهف. عن جد مفكرة إنه فيكي تتحملي هالمسؤولية؟ ما رجرت بالنسبة لرهف هي تهديد مستمر، هالشي لا تنسيه بالمرة. مثل ما فهمت عبد الحي مانو موافق حاليا، بس بعتقد رح يرجع بعد ما يتجاوز صدمة الحادثة. أنا ما بعتقد إنه يرجع مرة تانية. إذا بدك أنا بحكي معه. لا أستاذ، ما في داعي. بس ما فينا نعتبر عاكف نائب لإلك إلا إذا قدرنا نحط حدا تاني بداله بالكي جي تي. أنا لسه ما قررت، لساتني عم فكر بهذا الموضوع، وعن قريب بخبرك بالنتيجة. باجتماع المجلس اليوم الأعضاء رح يسألوك عن نفس الموضوع، لهيك من الأفضل تفكر بالبدائل. ماشي أستاذ. من هون بدنا ندخل على الحديقة من الجدار الوراني. بهاي النقطة في كاميرا مراقبة بتكشف هاي المنطقة. ماشي، بالأول منحل هالموضوع هاد، وبعدها بنطلع لفوق من الجدار الجانبي. السيرفر الرئيسي بالطابق ال14 بهي الغرفة، وأنا هون بيلزمني 15 دقيقة. إذا قدرنا نفوت لجوا منأمن لك هذا الوقت. برأيي لا تضغط على حالك أكتر من هيك. إذا بدك بعدين منكمل شغلنا. كيف؟ عن إذنك أنا رح أمشي، مبين عليك تعبان. إيه والله. خلصتوا على بكير اليوم؟ لأني مزعوج شوي. أنت كيفك؟ جاي بدي أقول لك على شغلة. شو في قلي؟ هاتن علي. معلم ظافر بعت لك هي النماذج. خير عبود، مين بده يتزوج؟ أنا. ما كان جاي على بالي اضحك. مين عم يتزوج؟ بدي هذا علي.
انت عم تحكي عن جد؟ مع مين؟ مع نايا. انت كنت بتعرف؟ انجي تترأغلو بكرة بدها تطلع من الحبس، بدك تروحها بشكل مناسب، فهمت؟ أخي إذا أنا قوصتها ما بطلع قبل 30 سنة. شو أنا عم لك ترتكب جريمة؟ عمول حادث، يعني فرام السيارة مقطوع. معلم، مو انت قلت لي ما بيناسبكم الزواج؟ المرحوم اخي مراد على مدار وقت اللي تزوج خليتني سوق السياره وادعس الست انجي وروحها. عبد الحي صحيح اللي عم يحكي؟ الماضي بضل بالماضي يا علي. لا وانت كمان خاين؟ وعابد فيك تعمله شاهد لزواجك، وبتمنى لك انت والست نايا السعادة بحياتكم. لو اخي مراد كان عايش كان انقهر من اللي عم تعملوه. بتشكرك لأنك اجيتي. ما في داعي للشكر. بتحبي تشربي شي؟ لا شكرا. طيب قدرتي تشوفيها لرهف؟ ليش عم تسأل؟ لا مجرد فضول وبس. إن شاء الله ما يكون عرض الأستاذ له أي علاقة برهف. ما دخلوا الأستاذ. سألتك إذا شفتيها كيفها؟ بعد كل يلي مرت فيه برأيك ممكن تكون منيحة؟ وجودك رح يكون منيح مشانها. أعطتني شعور كتير غريب، يعني الرابط اللي بيني وبينها مثل وكأنه بعرفها من زمان. حسيتها إنه قطعة من روحي، عم حس إنه ما بقدر أعيش بلاها، وعم حس إنه مستحيل أتركها. مو حابة تعيش عمرها مجروحة مثلي. على ما يبدو مو ناوية تروحي من هون. لولا رهف ما كنت بقيت لحظة هون بهالبلد. كل هالقد بتكرهيها لهالمدينة؟ للأسف ما عندي هون أي ذكرى حلوة بتتعلق بالماضي. كان في إلي أخ عايش هون، وهذا الأخ ما عاد موجود كمان. لشو بدي حبه؟ على كل أنا ليش عم بحكي لك كل هذا الحكي؟ أنت مستحيل تفهم هاي الشغلات. وليش مفكرة أني ما رح أفهم؟ لأنك برأيي واحد ما عنده مشاعر، بس بالحقيقة أنت صادق بنواياك ومجتهد، وأثبتت هالشي منيح باستخدامك لإلي. أنا شو أنت؟
ما عندك فضول تعرفي شو يلي عرضوا عليك الأستاذ؟ عم بسمعك. الأستاذ عم بفكر يأسس باسطنبول جمعية، ممكن تعتبريها فرع من الجمعية يلي انت موجودة على راسها بسويسرا، وحابب انك انت تستلمي الجمعية. وليش أنا؟ شو ما قدر يلاقي حدا غيري يعني؟ سامع عن نجاحات جمعيتك يلي بسويسرا، وشاف انك انت احسن شخص إلها. أنا هديك الجمعية أسستها مشان الأولاد اللي عم يتضرروا من وراء الحروب، وبس أرجع رح كمل فيها من مطرح ما وقفت. بس هلأ عاجزة حتى إني ضمد جروح بنت أخي الصغيرة. فيك تقله للأستاذ إني ما قبلت بعرضه. صفية برأيي فكري منيح، شغلك مع الأستاذ رح يكون من مصلحتك إليك. شو المصلحة اللي ممكن يحقق لي إياها؟ هو بس يبعد عني وبكفي. إذا ما عم بتفكري بحالك فكري برهف بس. شو بتقصد يا عابد؟ يعني قصدي إذا اشتغلتي مع الأستاذ وقتها بتكوني أمنتي على رهف، لأنه أنا ما بعتقد مارغريت تستغني عن رهف. اسمعي نصيحتي ولا ترفضي. مارغريت مستحيل تشوفها مرة تانية لرهف، والأستاذ والبقية بدهم يبعدوا عنا كمان. متأكد ما هيك؟ يعني خلص كل شغلك وهلأ عن جد طالعين ناكل مع بعض؟ عوشك خلص، بس لأعمل مكالمة. هات المفتاح، أنا بسوق السيارة. ما في داعي أنا بسوقها. سيدي شبكة النت صارت جاهزة عندك، وهلأ عم يتبلغوا الأعضاء. بس تكونوا جاهزين فيكم تبلشوا اجتماع المجلس. ماشي، شكرا. الهجمات الإلكترونية المنتظرينها بلشت سيدي. تتحركوا فورا. يلا تحركوا. تعال عابد. ناقشت العرض مع صفية قرخالي وقبلت عرض حضرتك لرئاسة الجمعية، بس قالت انه في عندها شرط واحد. وشو هو شرطها؟
مو حابة أبدا أنه تقرب مارغريت من رهف مرة تانية. وقالت كمان حابة حراس المعبد يبعدوا عن بنت أخوها. قالت هذا شرطها الوحيد مشان تقبل. صفية عم تظلمنا من هالناحية. حفيدة محمد قرخنلي كتير مهمة بالنسبة لنا، فبتوصل لصفية إنه مستحيل يلحقها ضرر منها. أما بالنسبة لمارغريت فهي ما عاد تشوف رهف مرة تانية، مو هيك يا مارغريت؟ كنت واثق من انك رح تحل هالشي يا عابد، ما خيبت ظني فيك. تعال يا عابد. بدي اياك تشوف أول عملية لفريق أرمجيدون. هذا واحد من مراكز التكنولوجيا التركية. شو العملية يلي مرتبطة فيه؟ رح نشوف مع بعض. عود لنشوف. تمام سيدي، رح شوفها. كاميرات بالطابق السابع مو شغالة. قبل ما ندخل بمواد جدول أعمالنا، حابب بلغكم إنه عبد الحي لأسبابه الشخصية ما عاد هو النائب. عبد الحي بالرغم من كل محاولاتي بلغني إنه ما بده هذا الشغل، والسبب الرئيسي هو غضبه العارم مني بسبب كل يلي صار. في شي مرشح تاني من شان هاي الفترة؟ في اسم واحد ببالي، بس يوضح أكتر رح خبركن عنه.